الطبيعي ان الطالب يكون بيغلط في حياته وبيغلط في المادة العلمية وبيغلط في تصرفاته، وده الطبيعي. اللي مش طبيعي ان الغلط يتحكم فيا، وان الغلط يخليني دايما ابدا اقول لنفسي انا فاشل، انا مش بعرف احل، انا مش بعرف اعمل اي حاجه خالص، انا كده هضيع. دي كده بيوديك لنفسيه سلبيه، حتى لو انت كان في امل هتبدا تضيع. مفيش حاجه اسمها انا فاشل، مفيش حاجه اسمها انا مش بعرف احل خالص، اسمها بيقف معايا سؤال، بيقف معايا اسئله، حتى لو بيقف معايا حبه اسئله حلوين، بس انا بقيت فاهم الموضوع، انا حضرت وتعبت وعملت مجهود، ده هيفرق معايا. خلي كلامك دايما ايجابي. انا اتعلمت ايه؟ مستر قصدك ايه؟ قصدي ان انا دايما بحسبها، مثلا واحد جاله امتحان صعب شويه، يا عم انا اجيب لك الموضوع على الكيمياء. واحد انا جبت امتحان تقيل شويه، مستر ما انا بزعل جدا ونفسيتي بتتاثر لان انا جبت درجه مش حلوه خالص. طب حلو، تعالى نحسبها بالعكس. لو سؤال واحد من اللي انا جبته صعب ده جه اخر السنه، نفسيتك في اللجنه هتبقى عامله ازاي؟ لا هبقى مبسوط جدا. قال لا، طب ما انت زعلان دلوقتي. يبقى هو الهدف من التدريب ايه؟ ان انا اتدرب، اتعلم من غلطي. انا دايما بقول لاولادي وبقول لكم كلكم، لكل طلبه الجمهوريه، اغلط بس ما تكررش نفس الغلطه مرتين. اغلط واتعلم من غلطك عادي. مستر ساعات بحس ان انا بحبط. عادي خالص يا ابني، انت طالب، انت مش مدرس، فعادي. ايه المشكله؟ ايه المشكله لما اغلط واتعلم من غلطي؟ بل بالعكس، ده انا هحسبها صح. انا النهارده عندي غلطات بنسبه 30%، 40%، الحمد لله ان انا غلطتهم دلوقتي احسن ما غلطهم اخر السنه. انا كده قلت نسبه اخطائي اخر السنه بنسبه 30%. فكل غلطه انت بتغلطها دلوقتي بتثبت وتعلم في دماغك كتير، وده اللي هيخليك ما تغلطهاش اخر السنه. تخيل دايما ان الحمد لله ان انت غلطتها دلوقتي، ما غلطتهاش اخر السنه. بس ما تغليش الغلطه تغير نفسيتك. انا فاشل، لا انت مش فاشل، انت بتعمل اللي عليك. الفاشلين اللي بيقفوا في مكانهم، خد بالك ان اكتر الناس الناجحه مرت بمراحل فشل في حياتها جامده جدا. يعني لو قعدت تقرا عن كل الناس حتى الاغنياء جدا مروا بمراحل فشل مرعبه في الاول. لو كانوا وقفوا ما كانوش كملوا، ما كانوش بقوا اغنى اغنياء العالم او حتى العباقره. والمثال المشهور اديسون، 100 كام الف اختراع فاشلين وفي الاخر مصباح، وهكذا. فانت خليك فاكر بس دايما ان الموضوع ملوش علاقه غير بالكلام اللي انت بتقوله لنفسك. خليك واضح، انت مش فاشل، انت عندك اخطاء، كله عنده اخطاء، بس انا بتعلم من غلطي. شعارنا في المره الجايه، اسمع كلام استاذك، اتعلم من اخطائك واكتب غلطتك، ما تغلطش نفس الغلطه مرتين. السنه دي يا حبايبي هتلاقي فيها احداث كتيره. هتلاقي بالنسبه لك انت وانت في بيتكو، انت بادئ في اول السنه في حماس، في نص السنه ممكن تيجي الحماس يقل شويه، اخر السنه عايز تلم الدنيا، في اول السنه تمام، ونص السنه حصل ابتلاء لا قدر الله، يعني ربنا يحمي الجميع، تعبت شويه، عندك ظروف في البيت الى اخره. اهم حاجه مش اللي بيذاكر 24 ساعه، مش اللي بيذاكر على طول وبادئ في ب 15 كتاب خارجي وفي اول السنه خالص. اهم حاجه الاستمراريه مهما كانت حالتك النفسيه. ركز في الجمله دي، الاستمراريه مهما كانت حالتك النفسيه. فنصيحه واحد، بسم الله الرحمن الرحيم. الثانويه العامه والله ما صعبه، الثانويه العامه انا بقول لك مدرسها اهوت من سنين، والله ما صعبه كمواد، ولكن صعوبتها في ادارتها. يعني ايه؟ الثانويه العامه محتاجه انك تديرها بذكاء. يعني تبدا اول السنه، ركز بقى معايا هقسم لك السنه بسرعه اهو. تبدا اول السنه بحماس وجام التنين ماشي، بس ما تشتتش نفسك مع اكتر من مدرس، ده رقم واحد. رقم اتنين، ما تشتتش نفسك من انك تحل من كذا مصدر. دلوقتي الكلام ده الحل كذا مصدر ده في المراجعه. ليه يا باشا؟ عشان تستثمر طاقتك صح. طاقتك حضرتك عامل زي بنزين العربيه، ما تاكلش البنزين بسرعه وتيجي في النص تقع، يا فرحه قلبي. انا عايزك توصل، مش عايزك تبدا بحماس وتقع في نص الطريق. ركز معايا. فبالتالي رقم واحد، مع مدرس واحد في كل ماده، اللي بيدهوني، وشد خط تحت دي، اللي بيدهوني انضباط بقى، انضباط. اذاكره اول باول، قال لي احل حاجه بحلها اول باول، وبجهز الامتحانات الشهريه بتاعته او الامتحانات على كل فصل اول باول. طيب في حته الانضباط دي، ناس تقول لي مثلا انا اعمل كام ساعه نوم وكام ساعه مش عارف ايه، مش قصتك خالص. ركز معايا الله يبارك لك. اللي ينفع معاك ممكن ما ينفعش مع غيرك، دي النصيحه الاهم. في ناس مثلا بتحب تسهر بالليل عشان الجو هادي في بيتها، ما بتعرفش تذاكر بالنهار من الدوشه، ذاكر بالليل زي ما انت. في ناس بتحب تذاكر بالنهار او الفجر او الصبح، ده الافضل اصلا، ده الافضل. ربنا قال في القران الكريم ايه؟ وجعلنا الليل لباسا جعلنا النهار معاشا.
الليل انك تنام وترتاح جسمك وتريح جسمك وهرموناتك بتشتغل بالافضل وتقوم فايق في النهار تشوف اللي وراك، ماشي ده الافضل. ما عرفتش على حسب ظروفك، ده رقم واحد. رقم اتنين، تكون منضبط في الحاجه اللي انت هتذاكرها النهارده، يعني بالساعه وبالدقيقه وبالتكه لا، ما تسمعش حد بيقول لك نصايح كده، افهم اللي ينفع معاك ما ينفعش مع غيرك. بتعمل ايه؟ انا النهارده مثلا هذاكر احياء وجيولوجيا وكيمياء مثلا، مش بالساعه، بس انا مش خارج، انا منضبط، مش خارج غير لما اعملهم، مش رايح اشوف حاجه غير لما اخلصه، مش هعمل اي حاجه تانية غير لما اعمله. وكل يوم نفس القصه دي. جميل جدا. رقم 3، حاول تكافئ نفسك. يعني ايه؟ خلي مثلا يوم في الاسبوع، ركز كده الله يبارك لك، يوم في الاسبوع ممكن اخد نفسي واخرج شويه ساعه او ساعتين، مهم جدا وعادي. في يومك نفسه اصلا بين كل ماده وماده ممكن تكافئ نفسك بحاجه بتحبها، شوكولاتايه، تشرب حاجه الى اخره، افهم معايا، بس مش كل 10 دقائق وكل 5 دقائق وبرق فكك من الكلام ده. طيب اهم حاجه بقى، سمي الله صلى على رسول الله، جيو انا ممكن اذاكر وفي الاخر ربنا ما يكرمنيش، امال انا اذاكر ليه؟ افهم يا باشا الله يبارك لك كده، انت بتذاكر يا باشا عشان حاجات كتير، اهمها قدام ربنا سبحانه وتعالى انت مسؤول، لان ده شغلك زي ما ده شغلي وكل واحد في شغله ربنا هيساله عنه، ده شغلك انت وهي السنه دي في الثانويه العامه، فربنا هيسالك عنه. فرقم 1 عشان تتقن عملك عشان ربنا واللي بتعمله في ميزان حسناتك. رقم 2 عشان اهلك اللي طافحين الكوته علشانك. رقم 3 عشان خاطر نفسك ومستقبلك. جيو انا السنه اللي فاتت ناس كتير ذاكرت وما جابوش، انت كنت معاهم؟ كنت معاهم؟ ده سؤال مهم، انت كنت معاهم؟ لا والله بس كانوا بيحكوا لك، دي نقطه، ما كنتش معاهم فما شفتش ما تحكيش. ده رقم 1. رقم 2 وارد فعلا يكونوا ذاكروا لظروف معينه ما جابوش. ربنا قال في القران الكريم انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ده وعد ربك مش وعد بابا ماجد ولا باباك ولا وعد ربك. وربنا طالما قال صدق الله العظيم بينفذ. يمكن ربنا مأجل له العوض في الكليه، بعد الكليه، في شغل كبير في مكان تاني. ربنا بيضيعش تعب اي حد، ممكن يأجله لك لوقت هو عارفه، لا يديهولك على طول في الوقت اللي انت عايزه، لا يأجله لك في الوقت اللي هو عارفه، بس كده كده ان لا نضيع اجر من احسن عمل. يبقى الخلاصه لازم تذاكر وتعمل اللي عليك اول باول، وتجربتك مش زي تجربه غيرك، قصتك مش زي قصه غيرك. باشا انت بصمتك شبهي، بصمتك شبهي، بصمتك وبصمتك شبه اي حد في العالم؟ لا. اذا كان ربنا خلقك وافرضك واكرمك واداك بصمه لوحدك واداك صفات لوحدك واداك احلام لوحدك واداك مميزات لوحدك ومهارات لوحدك واداك حاجات كتيره جدا عن غيرك، فليه انت بقى عمال تربط نفسك بغيرك؟ الخلاص اللي بعد كده يبقى خد بالاسباب وسيبها لمسبب الاسباب، وفي الاول والاخر اهم حاجه تكون قربك من ربنا. طيب في القران الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بيقول لستنا مريم وهي بتلد سيدنا عيسى، امراه بتلد في عز ضعفها ومحتاجه تاكل تتغذى، يقول لها ايه؟ وهزي اليك بجذع النخل. الله، ليه؟ تساقط عليك رطبا جنيا، يعني هتوقع عليك رطب ممكن تاكليها تتغذي بيها وتقوي بيها. طب ما ربنا سبحانه وتعالى ممكن كان قال للنخله تتهز لوحدها وتوقع الرطب او التمر لوحده، اشمعنى يعني ستنا مريم تهز وهزتها دي ضعيفه بتولد، ست بتولد، هزتها هي اللي وقعت الرطب؟ لا، ربنا عايز يعلمنا حاجه، خد بالاسباب وسيبها لمسبب الاسباب، ادي ما عليك ولا عليك، اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا سبحانه وتعالى. افهم معايا. سيدنا موسى وهو الفرعون وراه الجنود والبحر قدامه، كان قادر ربنا يقول ايه؟ يفلق له البحر على طول عشان يعدي، قال له ايه؟ فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر، اضرب يا موسى فوق معايا بعصاك البحر هفلقه لك نصين عدي. طب ما ربنا كان قال له ايه؟ على طول فلق لك البحر وعدي. لا، ربنا بيعلمنا برضو حاجه، القران الكريم بيعلمنا لحد، بيعلم كل الناس في كل عصر وكل مكان لقيام الساعه، خد بالاسباب، اعمل اللي عليك على قد ضعفك. اضرب يا موسى فاوحينا لموسى اضرب بعصاك على قد ضعفك، وسيب النتائج على قد كرمي، وسيب العوض على قد فضلي، وسيب اللي جاي على قد انا قوتي. يبقى انت بتعمل بالاسباب على قد قوتك، وسيب الكرم على قد قوه ربنا وكرم ربنا. اوعى تنسى دي. يبقى ادي ما عليك ولا عليك، خد بالاسباب وسيبها لمسبب الاسباب. جميل جدا. انا مش هطول دلوقتي، في تكات كمان كده في الثانويه العامه هعمل لك فيديوهات لوحدها وانزلها لك، بس الخلاصه لو خدنا نصيحه من هنا، الانضباط والاستمراريه هما سر النجاح في الثانويه. تكون منضبط، اللي وراك واللي انت كتبته تحاول تنفذه على قد ما تقدر وما تقفلش بسهوله. والاستمراريه مهما كانت حالتك النفسيه، مفيش حاجه اسمها مستني شغفي ومستني يكون عندي نفس ومستني يكون عندي طاقه ومستني يكون عندي روح كده. انت هتستنى تبدا السنه دي في السنه الجديده في الصيف الجاي؟ مفيش. لو كل واحد في الدنيا مستني الشغف، محدش هينزل شغله ومحدش هيكون متميز في اي مكان في العالم. واسال اي حد ناجح في اي حته، ناجح في اي حته
هيقول لك يا باشا الاستمراريه مهما كانت حالتك النفسيه، الانضباط والاستمراريه.